ازيكم يا أصدقائي؟ كتير من متابعيني في التعليقات بيقولي عايزين نفتح الشخصيات في لعبة يويا تايم. أنا بصراحة هجيب لكم الخلاصة بتاع الموضوع ده. بصوا يا أصدقائي، أول حاجة هما بيدوكوا شخصيتين بس مجانا. طيب واللي عايز أكتر من شخصية بيعمل إيه؟ بصراحة أنا جربت يويا تايم مهكرة، لأني قبل ما يبعتولي الباقة أنا لقيت الشخصية ب100 جوهرة. كل شخصية عايزين تفتحوها بتتفتح ب100 جوهرة. يعني مش 100 جوهرة كل الشخصيات، لأ، كل شخصية ب100 جوهرة. يعني تقريبا دول ممكن اللي أنا فاتحاهم ممكن يجوا ب1000 جوهرة. طيب، في مننا ممكن يحمل يويا تايم مهكرة، بس هي مش نافعة لأن يويا تايم عاملة نظام حماية كبير جدا. فاللي بيحمل يويا تايم مهكرة بتلاقي الشخصية بتطير وبتختفي، وطبعا الباقات مش بتكون مجانا. دي الخلاصة. بس بعد ال10 شخصيات بيخلي الشخصية الواحدة ب80 جوهرة. هي لعبة يويا تايم للأسف معتمدة معظمها على الشحن، بس ممكن يويا تايم بعد كده تفتح الشخصيات وتفتح كمان الباقات دي. وبس كده يا أصدقائي، ده بالنسبة لموضوع الشخصيات. تاني حاجة أنا لقيت في يويا تايم، زي ما انتوا شايفين، لو احنا عايزين الخضار نرجعه تاني فريش، بصوا بندوس عليه تاني. أو البيتزا، بصوا بندوس عليها بتتحول. وهكذا برضو في بقية الخضار. زي ما انتوا شايفين البيض برضو. يعني احنا بندوس على الخضار او الاكل بيرجع لحالته الطبيعية. هنا برضو بيبقى، بصوا بندوس عليه. والمخلل كمان. وزي ما انتوا شايفين يا اصدقائي برضو اهو ثبت الفاكهة ده. انا لما بدوس عليه بترجع الخضار زي ما كان، زي قرع العسل. وايه تاني؟ وكمان الخضار ده لو دوسنا عليه بيتحول صغنن خالص او كبير. وايه تاني؟ وبصوا الجزر كمان. وايه تاني يا ربي؟ وده جزر برضو، دي طماطم. لو دوسنا عليها بتتقطع، او لو دوسنا عليها تاني بترجع. وكمان الذرة. وبس كده يا اصحابي، ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وباي.